30 يوما و30 شخصية. اليوم 13 أوزوماكي بوروتو، ابن الهوكاج السابع ووريث إرث النار، والفتى الذي ولد في ظل الأسطورة لكنه كتب أسطورته بنفسه. منذ صغره أظهر نبوغا يفوق سنه، فقد أتقن الراسينجان ثم طورها حتى أصبحت تختفي. واجه الخطر بشجاعة ثم وقف إلى جانب والده ومعلمه في معركة أسطورية ضد موموشوكي، وفي تلك المعركة ورث إرث الجيل كله، وأصبح بعدها تلميذ أوتشيها ساسكي، فتعلم منه كل ما يعلمه لكي يتركه يشق الطريق بنفسه، فخسر كل شيء وانقلب عليه سكان القرية. وكان الرجل المطلوب رقم واحد في العالم ليصبح المنفي الأخير من كونوها، حاملا وعدا أن يعيد ما سلب منه ولو واجه العالم بأسره. فأنت الآن حين تسخر من بوروتو، هل واجهت يوما مصيرا يشبه مصيره؟